يا صباح الخير عليكم. نبدأ يومنا الجميل بالصلاة على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. حبيت أبدأ معاكم اليوم كده من أوله وأشارككم اليوم. طبعا البعض منكم عارف إن أنا بمر بأزمة صحية، فدعواتكم ولكم بالمثل. بسم الله توكلنا على الله. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وقناتي تكبر بيكم. طبعا زي ما احنا فاهمين ان القناة لازم نشتغل عليها على طول وننزل فيديوهات. وبالنسبة انني بمر بأزمة صحية، أعزكم الله وعافاكم وألبسكم ثوب الصحة والعافية. فأتمنى منكم دعوة خالصة من أخت لأختها أو من أخ لأخته ولكم بالمثل، وربنا يا رب يلبسكم ثوب الصحة والعافية ويدوم عليكم الصحة. أنا كده بحب أشوف الجو من أول النهار لآخره، سواء من الشروق للغروب. الجو كده بحس إن هو بيدي طاقة إيجابية، وبالذات بعد صلاة الفجر بتحسي كده على قدرة ربنا، بتشوفي قدرة ربنا من انفصال الليل للنهار أو من انفصال النهار لليل. فسبحانه جل جلاله، لا إله إلا هو الحي القيوم، سبحانك ربي لا إله إلا أنت. وطبعا الفترة دي أنا مش عارفة أنزل فيديوهات كتير، فادعولي كده بالصحة والعافية وإن أنا أقدر أقف على رجلي تاني وأكمل. طبعا هنا بنتي عارفة إن أنا بحب أشرب فنجان قهوة على الصبح. ربنا يخليها لي يا رب ويخليلكوا أولادكم جميعا، بجد لولاها عليا هي وأختي. ربنا يخليهم لي ويبارك لي فيهم يا رب، ولا يحرمكم أبدا من عزيز على قلوبكم. هنا بنتي عملت فنجان قهوة ليا الصبح كده عشان عارفة ان انا متعودة عليه. طبعا يعني في الايام اللي مفيش فيها صيام او اللي ما بصومش فيها متعودة اشرب فنجان قهوة على الصبح، فهي قامت عملتهولي. ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيها. هنبدأ كده بفنجان القهوة، وعشان ندخل على فيديو. طبعا الفيديو ده انا كنت عملته معاكم قبل كده بس هنعيده تاني، ويا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى يكون الفيديو هيعجبكم. ولو هتنفذوا منه اي حاجة بس كده اكون سعيدة والله. وانتوا عارفين طبعا ان احنا بنتعب على التصوير وبنتعب على المونتاج وبنتعب على الفيديوهات، فاتمنى اللي يتفرج على الفيديو يتفرجوا كامل او على الاقل النص عشان ما توقعوش لنا الفيديوهات. ويا رب محدش يقول اي كلمة يكون محظورة في التعليقات. يلا ندخل على الفيديو. معايا هنا دبابيس فراخ اي كمية تحبيها بقى واي كمية انت بتحتاجيها، ومعايا هنا طماطم وبصل، ومعايا البهارات اللي انا هحتاجها. تمام. في حلة بقى على النار هقطع كده طماطمايه، وهقطع بصلة هقطعها ل4 كده، وانزل بورق لورا، وانزل بحبهان، وانزل بفلفل اسود، وانزل ببابريكا وبملح وبشر قليل من جوزة الطيب. واللي مش حابب جوزة الطيب خلاص يستبعده، مفيش مشكلة. هنزل بقى بالدبابيس اللي معايا وهسيبها لما تستوى التسوية الكاملة. هنا هجيب 3 حبات من البطاطس، هقشرهم واغسلهم كويس واقطعهم لمكعبات كده، اي قطع عشوائي كده تحبيها. وهنزل بقى في مية على النار وهسلقها سلق كامل. تمام. هنزل بقى بملح. هنا هرجع للدبابيس كده استوت معايا، هشيلها واصفيها كده ببولة. تمام. هحاول بقى افصص كده الدبابيس، اشيل اللحم كده منها وما ترميش الدبابيس، خليها على جنب وهقولك هنعمل بيها ايه.
طبعا انا كده هقطع كل الدبابيس كده واخليها من اللحم بتاعها، ومش هضربها في محضرة الطعام، انا بس كده هقطعها قطع بالسكينة. وعشان انا عايزة طعم الفراخ تكون في الخطوة بتاعتي اللي انا هعملها او في وصفة اليوم اللي انا هعملها. طبعا البطاطس صفيتها كده، هجيبها بقى وهرسها بالهراسة بتاع البطاطس، هرس ناعم زي ما حضرتك شايفة. هنزل بيها على الفراخ وهقلبها تقليبة حلوة كده. تمام. هنزل بملح بقى وفلفل اسود وبابريكا، واظبط الملح بتاعها وهلمها كده، وعشان تبقى قابلة للتصبيع اصبعها بقى، اجيب الدبوس اللي انا كنت خليه من اللحم واصبع بقى كده قطع الفراخ مع البطاطس مع البهارات، وتبقى معاكي بالشكل الجميل ده. هجيب بقى 3 بيضات في طبق، ومعايا هنا فيجيتار ودقيق وفلفل اسود وملح، ومعايا كريسب. الكريسب ده بقى لما ساعات بيكون انت تجيبيه خشن عليك تنعميه شوية في المحضرة. ال3 بيضات هنزل بيه عليهم بملح، وهنزل عليهم بفلفل اسود، وهضربهم كده كويس. وهجيب الدبوس بتاعي انزل بيه في البيض، وارجع انزل بيه في الدقيق، اغلفه بالدقيق كده، وانزل تاني فيه بالبيض، وارجع فيه الدقيق عشان تعملوا له كفر حلو كده وتسمغ معاك ويبقى كويس. هنزل بقى فيه تالت مرة في الكريسبي اللي انا عاملاه، هو كان خشن وانا نعمته شوية، وطبعا حط عليه برضو كيس من الفيجيتار عشان يطعم كده معايا الدبابيس. طبعا انا خلصت الكمية اللي معايا في زيت غزير بقى ويكون سخن، وهنزل بالدبابيس او بالدبوس بتاعي. طبعا هنا احنا مش هنغيبها وهتبقى النار عالية، لان انا كل المكونات بتاع الوصفة بتاعتي معايا مستوية، سواء بطاطس او الفراخ. هطلعه كده مع طبق مكرونة. شوف القرمشة جميلة، تحفة تحفة تحفة. اتمنى تجربوا الفيديو، ويا رب الفيديو يكون عاجبكم، يكون خفيف ولطيف على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.